لن أتحدث لك عن الجمال المثالي ولا عن تغيير خلقك، بل عن 7 عادات تسرق من وجهك أفضل نسخة منه دون أن تنتبه. والعادة السابعة تحديدا قد تكون شيئا تفعله كل ليلة قبل أن تنام. العادة الأولى: إهمال النوم. تخيل أن وجهك مدينة صغيرة، وكل ليلة هي الوقت الذي تصل فيه فرقة الصيانة لإصلاح ما أفسده النهار. لكن ماذا يحدث عندما تمنع هذه الفرقة من العمل؟ تسهر ثم تستيقظ مبكرا وتكرر الأمر يوما بعد يوم. قد تبدأ آثار ذلك بالظهور على مظهرك: عينان تبدوان أكثر إرهاقا، وجه أقل نضارة، وتعب واضح يصعب إخفاؤه حتى بأفضل الملابس. النوم ليس مجرد ساعات تختفي فيها عن العالم، إنه جزء أساسي من استعادة الجسم لتوازنه، وخاصة الوجه. ولهذا عندما تحرم نفسك من النوم باستمرار لا تدفع الثمن في تركيزك ومزاجك فقط، بل قد يظهر التعب على وجهك أيضا بنسبة 90%. والغريب أن الإنسان يعتاد مظهره تدريجيا. قد تنظر إلى المرآة كل يوم فلا تلاحظ الفرق، لكن شخص لم يراك منذ أشهر سيلاحظ الفرق بسرعة البرق. لذلك قبل أن تبحث عن كريم جديد أو حيلة تجميلية، اسأل نفسك: هل أعطي وجهي فرصة كافية ليستعيد نفسه؟ العادة الثانية: العبث المستمر بالوجه. هناك عادة تبدو بسيطة جدا لكنها تتكرر عشرات المرات دون أن تنتبه. تلمس وجهك، تحك أنفك، تفجر الحبوب، تسند دقنك على يديك. المشكلة ليست في لمسة عابرة، وإنما في تحويلها إلى سلوك متكرر، خصوصا عندما تكون اليدين غير نظيفتين، أو عندما يكون الضغط على الجلد قويا. يا أخي رخف على وجهك. وأحيانا لا يكون دافع حتى تجميليا، إنها مجرد حركة لا إرادية. لماذا؟ لا أعرف. مثل شخص يطرق على باب لا يريد الدخول منه. الضغط والعصر والعبث بالبثور قد يزيدان تهيج الجلد، وقد يتركان أثرا لدى بعض الأشخاص. والأخطر أن هذه العادة غالبا تحدث أمام الشاشة. تجلس تشاهد، تفكر، ويداك تعمل وحدها. لذلك جرب شيئا بسيطا: عندما تجد يدك متجهة إلى وجهك توقف لثانيتين واسأل نفسك: هل أنا بحاجة فعلا إلى لمس وجهي، أم أنني أفعل ذلك فقط لأنني اعتدت عليه؟ أحيانا تحسين مظهرك يبدأ من حركة صغيرة جدا، وهي أن تترك وجهك في راحته التامة. العادة الثالثة: إهمال حماية البشرة من الشمس. الشمس تمنحنا الضوء والدفء، الحمد لله والشكر لله، لكنها ليست صديقة لبشرتنا بلا حدود. قد تخرج يوما ثم يوما آخر ثم سنوات كاملة وتقول لم يحدث شيء، وهنا تكمن الخدعة. بعد آثار التعرض المتكرر للشمس لا تظهر في اللحظة نفسها، إنما تتراكم ببطء مثل قطرات الماء التي تنحت الحجر دون ضجيج. التعرض المزمن لأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يساهم في ظهور تسبغات وتغير ملمس البشرة وعلامات الشيخوخة المبكرة. ولهذا قد يظن شخص أن وجهه تغير فجأة مع مرور السنوات، بينما الحقيقة أن التغيير كان يحدث بهدوء طوال الوقت ولكنه لم يلاحظ. لا يعني ذلك أن تختبئ من الشمس أو تخاف منها، لا 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 لا، إنها فيتامين لا يمكن تعويضه بأي شيء، بل يعني أن تتعامل معها بوعي، خصوصا عند التعرض الطويل، وأن تستخدم وسائل الحماية المناسبة مثل الظل والملابس الواقية وواقي الشمس الملائم، لأنك لا ترى الضرر في يوم الذي يحدث فيه، أحيانا ترى النتيجة بعد أشهر أو سنوات. العادة الرابعة: الإفراط في الأطعمة التي تخدم بشرتك. تخيل أن تملك سيارة فاخرة جدا ثم تملأ خزانها دائما بأردأ وقود ممكن أن يعرفه الإنسان. هل تتوقع أن تعمل بأفضل أداء؟ لا. جسمك ليس آلة منفصلة عن الطعام الذي يدخل إليه، والنمط الغذائي العام ينعكس على صحتك، وقد ينعكس أيضا على مظهر بشرتك. وهنا تبدأ الكارثة. المشكلة ليست في قطعة حلوى ولا في وجبة سريعة من وقت آخر، المشكلة عندما تتحول الأطعمة شديدة التصنيع والسكريات المضافة والعادات الغذائية غير متوازنة إلى أسلوب حياة دائم حرفيا. وفي المقابل النظام الغذائي المتنوع الذي يحتوي على الخضروات والفواكه والبروتينات ومصادر الدهون الصحية والماء الكافي يمنح جسمك المواد التي يحتاج إليها لأداء وظائفه بصورة أفضل. فلا تبحث عن طعام سحري، استيقظ يا صديقي، الفكرة أبسط من ذلك بكثير. ما تفعله غالبا أهم مما تفعله أحيانا. وجبة واحدة لن تغير وجهك، لكن سنوات أو حتى أشهر من العادات اليومية قد تصنع فرقا لا يمكنك تجاهله. العادة الخامسة: الجفاف وإهمال شرب الماء. هناك وجه يبدو متعبا ليس لأن الملامح سيئة، بل لأنه يفتقد شيئا أبسط مما تتخيل: الماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. عندما تنشغل طوال اليوم قد تمر ساعات وأنت لا تشرب إلا قليل من الماء. تعمل، تقود، تستخدم الهاتف، تتحدث، تلعب، تنام، ثم تكتشف في نهاية اليوم أنك بالكاد شربت شيئا. الجفاف لا يجعل الإنسان قبيحا فجأة، ولا يمكن للماء وحده أن يصنع وجها مثاليا، لكن الحفاظ على الترتيب المناسب جزء من العناية العامة بالجسم، وقد يجعل البشرة تبدو أقل جفافا لدى بعض الأشخاص. وهنا يقع كثيرون في الخطأ، يشترون عشرات المنتجات ويبحثون عن أحدث صيحة للعناية بالبشرة، يتجاهلون أساسيات بسيطة يمكنهم التحكم فيها يوميا. لا تحتاج إلى تحويل الأمر إلى هوس، فقط استمع إلى جسدك واشرب بانتظام على الأقل 3 لتر من الماء، ولا تنتظر حتى يصبح العطش شديدا، لأن العناية الحقيقية بالمظهر لا تبدأ دائما أمام المرآة، أحيانا تبدأ من العادة التي لا يراها أحد. العادة السادسة: العبوس والتوتر المستمر. قد تكون هذه العادة مختلفة عن كل ما سبق، لأنها لا تتعلق بما تضعه على وجهك بل بما تحمله داخلك. التوتر المستمر: حين تكون غاضبا، قلقا،
مضغوطا أو مستنزفا. أعرف يا صديقي مما تمر منه، أنا أقدرك جدا. قد يتغير تعبير وجهك دون أن تشعر، الحاجبان ينقبضان، الفك يتوتر، النظرة تصبح مرهقة، والابتسامة تختفي. ومع تكرار ذلك قد يصبح التعبير المتوتر هو التعبير الذي يراك الناس به معظم الوقت. تخيل شخصا يدخل الغرفة لا يتحدث لكنه يبدو غاضبا، هكذا ستصبح. هل تغيرت ملامحه؟ ربما لا، لكن التعبير الذي يحمله غير الطريقة التي يراه بها الناس. وهنا نتعلم شيئا مهما، الجمال ليس هندسة ملامح فقط، إنه أيضا نظرة وابتسامة وهدوء وطريقة حضور. لا يمكنك التحكم في كل ما يحدث في حياتك، ولا يطلب منك أن تبتسم طوال الوقت، لا، لكن يمكنك أن تتعلم متى ترخي فكك، ومتى تتنفس بعمق، ومتى تمنح عقلك دقائق بعيدا عن الضغط. لأن الوجه أحيانا لا يخبر الناس كيف تبدو فقط، بل يخبرهم عن كيانك وعن كيف تعيش. والآن وصلنا إلى العادة التي تحدث في أكثر لحظة هدوء في يومك، عندما تظن أن كل شيء انتهى. تستلقي في سرير، الهاتف بين يديك، وتقول 5 دقائق فقط، ثم تمر نصف ساعة، ساعة، ساعتين، وبعض الشباب حتى يؤدي الفجر مع الأسف الشديد. وقد تنام متأخرا أو تهمل تنظيف وجهك بعد يوم طويل، أو تترك العناية الأساسية ببشرتك لأنك متعب. لا يا صديقي، ركز. هكذا يتحول الليل الذي يفترض أن يكون وقتا للراحة إلى امتداد للفوضى التي عشتها طوال اليوم. والحل ليس أن تمتلك روتينا من 20 خطوة، بل أن تجعل الأساسيات ثابتة: نظافة مناسبة، نوم كافي 7 إلى 8 ساعات، تقليل السهر، وترطيب البشرة إذا كانت تحتاج إليه، مع منتجات تناسب نوع بشرتك، بدل تجريب كل شيء تراه على الإنترنت. لا تصدق أي شيء، ابحث ثم اشتري، ثم ضع الهاتف جانبا، لأن أكثر ما يسرق منك مظهرك أحيانا ليس منتجا سيئا، بل ساعة إضافية من السهر كل ليلة عندما تصبح أسلوب عيش. وأخيرا، إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى صدقني لن تندم إذا اشتركت. تعليق إيجابي، لايك للفيديو.